لو فاكرة إن الحلويات الفخمة محتاجة فرن وساعات تعب، يبقى الفيديو ده هيفاجئك. النهاردة هنعمل أسهل وألذ تشيز كيك بدون فرن، بدون مجهود، قوامه كريمي بيدوب في البق، ونتيجة هتبهر أي حد يدوقها عندك في البيت. حضروا نفسكم لأسرع حلوى باردة ممكن تعملوه في البيت، مكونات بسيطة بطعم أفخم من الكافيهات. بس ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم. يلا بينا نعمل أفخم تشيز كيك بدون فرن. جبت الكبة ومعايا دلوقتي بسكوت سادة، أي نوع بتحبوه. طبعا في السوق أنواع كتيرة جدا، شوفوا النوع المفضل ليكي وجيبيه. طبعا بيبقى مكتوب على كل كيس أو كل عبوة كام جرام. تجيبي إذا كان كيس أو اتنين العبوة اللي انت عايزاها لحد ما توصلي ل 400 جرام أو الكمية اللي انت عاوزاها. هنزل بقى دلوقتي بالبسكوت كله في الكبة، ونقدر برضو بإيدينا كده نبتدي بالراحة نفرمه خالص ونخليه ناعم برضو بإيدينا. مفيش أي مشكلة خالص، ما تقفيش عند أي حاجة. عندك الكبة ماشي، ما عندكيش الكبه بايديكي واشتغلي زي ما انت عاوزه. فرمناه دلوقتي بالطريقه دي، ولازم نخليه ناعم رملي كده اهوت، يتفرم كويس يا جماعه عشان الطبقه تبقى متماسكه معاكي تحت وفي منتهى الجمال. بعد ما فرمنا البسكوت بالطريقه دي، معايا دلوقتي نص كوبايه زبده انا سيحتها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. هنزل بيها دلوقتي على البسكوت. تقدري تعملي الخطوه دي بايديكي وتفركي كده البسكوت مع الزبده لحد ما تخليه رملي معاكي. والخطوه دي مهمه يا جماعه. شايفين شكله عامل ازاي بقى رملي خالص ازاي؟ لو عاوزه تقللي كميه السمنه تقدري تحطي معلقتين لبن، مفيش اي مشكله خالص. معانا صينيه كده وحاطين فيها ورقه زبده، ودي خطوه مهمه. هبدا انزل بالبسكوت، شايفين يا جماعه رمل ازاي؟ وزعيه كله، خلي كله مستوى واحد، ما تخليش يمه عاليه شويه ويمه مش عاليه. بالطريقه دي وزعي كده بالطريقه دي، شايفين سهل وجميل ازاي؟ وزعي بايديكي، خليها كده كل ما توزعي وتضغطي هتبقى الطبقه متماسكه معاكي بالطريقه دي. والافضل تكون صينيه معانا بتتفتح كده من الجنب، او صينيه بايركس، مفيش اي مشكله خالص. ودلوقتي بعد ما ضغطت طبقه البسكوت كده هندخلها التلاجة دلوقتي عشان تتماسك معانا اكتر، عبال ما نجهز الطبقه التانيه. معانا دلوقتي العجان، هنزل فيه دلوقتي بكوبايتين كريم شانتيه خام. تقدري تستعملي محلى زي ما انت عاوزه، مفيش اي مشكله خالص. هننزل عليهم دلوقتي بكوبايه ميه متلجه، ودي خطوه مهمه عشان تديك نتيجه كويسه. معايا نص كوبايه سكر بودر هننزل بيهم. ومعانا دلوقتي 250 جرام جبنه كريمي هننزل بيهم بالطريقه دي. هنبتدي دلوقتي نضرب كويس جدا. شايفين معانا؟ تقدروا تعملوا الخطوه دي في الخلاط وتقدروا تعملوها بالمضرب اليدوي، مفيش اي مشكله خالص. سهله وهتتماسك معاكي وهتطلع معاكي تقيله وفي منتهى الروعه. كل ما هتضربي كده هتطلعي الهواء منها وهتديكي النتيجه في منتهى الجمال. شايفين تقيله ازاي وشكلها كريمي وخطير. هنزل دلوقتي بمعلقتين ليمون، هيديكي طعم مميز جدا. ومعايا دلوقتي ربع كوبايه حليب محلى مكثف، ولو عاوزه طريقته قولوا لي وانا هنزلها لكم. نبتدي نضرب كويس كل المكونات دي كلها لحد ما نطلع الهواء، يصبح معانا كريمي جدا وتقيله. ودي خطوه مهمه جدا. نضرب بقى كويس جدا بالطريقه دي مش اقل من 15 دقائق. كل ما هنضرب هيديكي قوام كريمي وفي نفس الوقت تقيل ومتماسك. الطبقه دي عمرها ما هتفك معاكي. معايا دلوقتي معلقتين جيلاتين باودر بتجيبيه من عند العطار، ومعانا دلوقتي نص كوبايه ميه دافيه قلبتهم مع بعض. وهننزل بقى سرسوب خالص، واحده واحده خالص. لو هتخافي تعملي طريقه السرسوب دي، هتاخدي معلقتين من الكريمه دي وتبتدي تدوبيهم على الجيلاتين اللي احنا عاملينه واحده واحده كده. عمره ما هيفك معاكي وعمره ما هيتكتل معاكي. شايفين نزلنا واحده واحده ازاي بالطريقه دي؟ لو هتعمليه في الخلاط يا جماعه الافضل تاخدي معلقتين تحطيهم على الجيلاتين. شايفين قوامها عامل ازاي؟ ودي طبقه في منتهى الجمال. ودلوقتي طلعت البسكوت من التلاجة بعد ما سيبته كده تماسك شويه، وهبتدي انزل بطبقه الكريمه التانيه. شايفين يا جماعه متماسكه ازاي؟ جميله وخطيره وطعمها في منتهى الجمال وكريم ازاي، وما فيهاش اي فقاعات هوا خالص. شايفين؟ انزلي بقى بيها واحده واحده كده وابدأي سويها بالطريقه دي. وزعيها على كل الصينيه. شايفين يا جماعه خطيره؟ انا ممكن اكلها كده من غير اي طبقه ثالثه، بتبقى طعمها مميز وفي منتهى الجمال. معانا دلوقتي فراوله، تقدري تحطي مانجا، تقدري تحطي خوخ، اي طعم فاكهه انت عاوزاه. هنبتدي نرصها كده على الوش بالطريقه دي. شايفين؟ وتقدري تعملي صوص كراميل، وتقدري تعملي صوص فراوله، اي حاجه تحبيها تقدري نوزعها دلوقتي على وش الكريمه كده. يلا بينا دلوقتي هندخلها التلاجة تتماسك معانا. جبت طبق ونزلت فيه دلوقتي بباكوين جيلي فراوله. طالما حطينا فراوله لازم تنزلي بجيلي فراوله. معانا كوبايتين ميه مغليين، كوبايتين ونص يا جماعه، هيديكي نتيجه في منتهى الجمال. هنقلب بقى بالطريقه دي لحد ما يدوب معانا كل حبيبات الفراوله او كل حبيبات الجيلي. هتديكي نتيجه في منتهى الجمال. شايفين لونها عامل ازاي؟
جميله وخطيره وطبقه في منتهى الجمال. دلوقتي هسيب الجيلي في التلاجة لحد ما يبرد معانا خالص، ونبتدي ننزل بالطبقه دي على الوش كده، هيديكي طبقه في منتهى الجمال. بس ما تخليهاش تتلج قوي كده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ انزلي بقى كده ووزعيها كلها على الوش كده بالطريقه دي. شايفين شكلها ولونها خطير. زي ما اتفقنا، اي نوع فاكهه تقدروا تعملوه، بس تجيبي الجيلي نفس طعم وتوزعي كده. يلا بينا دلوقتي بعد ما وزعنا كده هندخلها التلاجة بقى كده على الاقل ليله، هتتمسك معاكي وهيديكي نتيجه في منتهى الروعه. وبكده نكون عملنا اسهل تشيز كيك وسيبته في التلاجة. ما قدرتش اصبر يا جماعه، هم 8 ساعات وبدات اقطع في اطعم واحلى تشيز كيك هتعمليه في حياتك. زي ما اتفقنا اي فاكهه تقدروا تعملوها. شايفين يا جماعه الطبقات متماسكه ازاي؟ احلى بكتير جدا ما تشتريها من بره. هتعمليها في البيت مش هتكلفك حاجه، وهتعمليها اطعم واحلى، وثمن قطعه واحده هتعملي صينيه. شايفين القطعه عامله ازاي؟ وبكده نكون عملنا احلى واسرع تشيز كيك بارد. متهيألي مفيش اسهل من كده. جربوها وانا متاكده انها هتكون ادمانكم الجديد. وبوعدكم ان الكل هيسالكم عن السر. هستنى رايكم في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس، وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم. اشوفكم في وصفه احلى واجمل بكتير الفيديو الجاي. باي باي.